أحيانا تجينا فترات نفكر فيها إنه يا ريت لو أنا كنت فلسطيني، يا ريت لو أنا كنت عماني أو مصري أو سوري وإلى آخره. نشكرها لدولتك طبعا، انما انت من حبك الشديد لهذه الدوله تتمنى لو انت انولدت فيها. وبهذه السلسله انا جيت حتى اعلمك كيف تصبح عربي من جميع البلدان. واول بلد راح نبدا فيه العراق. بس قبل لا نبدا الحلقه حاب اعرفكم على مستر فليري اللي شبه سانتا كلوز، راح يساعدني في هذه السلسله. اكيد راح تسالني كيف باستطاع هذه الدميه مساعدتي. اول شيء احترم نفسك، هذه مو دميه، هذا مستر فليري. ثاني شيء راح تعرف بالفيديو. اوعدك بعد انتهاء هذا الفيديو راح اختم لك الجواز العراقي. حتى تصبح عراقي اول شيء لازم تتعلم اللهجه العراقيه اسهل مما تتصور. كل عليك انك تجمع بين حرف الجيم وحرف الشين، تسوي له ميكس ويطلع معك حرف التش. وهذا الحرف اللي هو شبه حرف الجيم بس عليه 3 نقاط، ويستخدم في العراق وبعض الدول الخليجيه. هذا الحرف اذا انت قدرت تنطقه بالشكل الصحيح فرسميا انت قدرت تتكلم 50% من اللهجه العراقيه. وحاليا اريد العب معاكم لعبه، راح انطق هذا الحرف عده مرات وانت لازم تنطقه وراي ولكن بالشكل الصحيح. وراح نستخدم كلمه فديتك كمثال حي. يلا كرر معي. فديتك. يمكن قلتها لانه سهله بيها حرف الكاف. هسه نحط حرف الشين بدل الكاف. فديتش. فديتش. That's good. حاليا راح نحط بين الشين وليش والكاف مع حرف الجيم. ايش راح يصير؟ فديتش. فديتش. اعرف انه في منكم حاليا قاعد يقول فديتش فديتش، لكن امسك نفسك وخذ نفس عميق حتى نقدر نتعلم العراقي بالشكل الصحيح. على سبيل المثال في السعودية يقولون أنا أحبك مع الكسرة، بينما العراقيين يقولون أنا أحبك بالتش اللي قلت لكم عليه قبل شوية. تعال. فمثل ما تلاحظون حرف الكاف نحوله إلى تش. تش 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 تش. الشغلة الثانية بالعراق احنا ما نقول أنا، نقول آني. يلا قولها وراي. آني. آني. إذا بعدك ما قدرت تقول آني فراح أجيب لك السودان كخير مثال. على سبيل المثال السودان لما تقولها كمفرد سوداني، كل عليك إنك تشيل السود، إيش راح يبقى؟ تقدر تقول اني سوداني، اني سوداني، اني سوداني، يا زول انا سوداني دانا. ما ودي احبطك بس مو كل المدن العراقيه تقول اني. على سبيل المثال في مدينه نينوى والموصل يقولون انا، لكن الكلمه الاكثر انتشارا او شيوعا هي كلمه اني. كلمه كثير في المغرب يقولوا عليها بزاف، وكلمه كثير في تونس يقولوا عليها برشا، انما بالعراق يقولوا عليها هواي. وكلمه شكوماكو للاسف بعض الناس تحسبها معناتها السلام عليكم بالعراق، انما المعنى الحقيقي لكلمه شكوماكو هي ماذا يحدث في حياتك وماذا لديك من اخبار. هذه الترجمة حرفيا في العربية الفصحى. أجيب ما بيردوك زي ما أنا بريدك. ده شنو ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء ايش رايكم في لباس المنتخب العراقي؟ انا قلت لباس، اوكي الكلمه ذي مو كويسه باللهجه العراقيه. المهم يا جماعه الخير، انا هذا موضوع مهم. اعرف في قطعت بين الفيديوين، بس في موضوع مو حاب اقوله. اكيد بتلاحظون اني اتكلم باكثر من لهجه بهذا الفيديو او بباقي فيديوهاتي او بجميع فيديوهاتي بشكل عام، اني اتكلم باكثر من لهجه وكذا. فهذه الرساله يقدر ارسلها خاصه للعراقيين اللي يتابعوني. كوني انا عراقي مبدئيا، لما انا اتكلم بلهجه غير لهجه عراقي مو معناته انه انا اكره لهجتي او انه انا ما اتشرف بدولتي او الكلام الفارغ اللي انتم تقولوه. اول شغله انا اعتز بلهجتي واعتز بجميع لهجات الدول العربيه، اتشرف بلهجتي واتشرف بجميع لهجات الدول العربيه. اولا. ثانيا، مو لان انا هلا بدي احكي معك سوري معناته ان انا بكره العراق، ومش يعني ان انا بكلمك مصري دلوقتي معناته ان انا بكره لهجتي. يا اسطى فك معايا يا اسطى، انت فيك ايه؟ فالفكره هي انه التعليقات هاي اللي تجيني بصراحه ما تعجبني ابد عن موضوع انه انت تكره دولتك ولهجتك. شنو هالتخلف؟ بعدين عن الموضوع، لو انا الحين تكلمت سعودي شنو يعني؟ السعوديه بلدي الثانيه. هلا عم بحكي انا لبنيني، ما لبنان بلدي الثانيه. فانا ما فاهم انتو يعني هل فعلا نجحوا امريكا بهاي انه يحشون بعقولنا ويخلونا نكره بعض ونكره لهجات بعض انتوا ايش فيكم؟ ما قاعد افهم. فانا لما احكي باكثر من لهجه مو معناته انه انا اكره لهجتي. باي ذا واي، لما يكون انت محتواك دول عربيه، اصدقائك من الدول العربيه، حياتك عن الدول حرفيا انت كل حياتك عن الدول العربيه واصدقائك كل شيء خاص دول عربيه، فتلقائيا لهجتك راح تتحول الى هذا الشيء. راح يصير شويه مصري على سعودي، شويه مغربي كنحمق عليك وما ادري ايش. اتس فاين، هذا شيء عادي. تمام. يعني هسه واحد يروح يتعلم لغه انجليزيه، ما حد يقول له ها انت شو قاعد تتكلم انجليزي. بس لما واحد يتعلم لهجه عربيه، لا انت كذا تكره بلدك وتكره كمان مان. فبالنهاية حاب أقول إنه كل الدول العربية هي أوطاني. أتشرف بكل شيء يخص هذه الدول العربية الجميلة المكونة من 22 دولة عربية. الله يحفظهم يا رب ويبعد عنهم الفتن هاي
الفتن هاي اللي قاعد تجي حسبي الله على كل شخص قاعد يسبب فتنة بين الدول العربية. أرجع وأقول وأكرر ثاني، أنا أفتخر بإني أتكلم باللهجة السعودية والمصرية والكويتية وكل الدول العربية. تمام. بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداني، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. السلام عليكم. وهسه ننتقل إلى العادات والتقاليد العراقية. كلنا ندري ان في كل دول العالم في عادات وتقاليد، في منها غريبة، في منها عادية، في منها حرام. لو نتكلم عن عادات وتقاليد العراق في العيد تحديدا، في شيء نسويه نحن اسمه الكليتشة. عراقي بسكت كليتشة. الكليتشة هي نوع من انواع المعجنات اللي يكون فيها تمر، سمسم، جوز، لوز، بندق، كاري، باري. بس طبعا الكليتشة بالنسبة لي ام التمر اوف، خاصة لما تكون باردة. عادة المفروض معجنات تتكل حارة وتكون اطيب، بس أنا بالنسبة لي خاصة ام التمر لما تكون باردة تصير اطيب. بالنسبة لدول الخليج اللي ما يعرف شنو الكليتشة، اعتقد هي عندكم اسمها معمول يمكن. وايضا من العادات والتقاليد العراقية اللي هي شوية ساد، اللي هي الاغاني العراقية والمواويل والحزن. ما اعرف ليش الشعب حزين، بس هو حرفيا اي اغنية فيه تحسها حزينة. يعني لا تستغرب اذا شفت عراقي قاعد يرقص على اغنية حزينة. وين الراحة يا يوم. وفي عادة غريبة ومضحكة بنفس الوقت، اللي هي لو انت قاعد تشرب شاي، واثناء ما انت قاعد تشرب شاي طلع عندك خاشوقتين، الخاشوقة يعني ملعقة، اذا طلع عندك خاشوقتين او ملعقتين يعني معناته راح تتزوج مرتين. العفو مش مرتين، اقصد ثنتين، يعني ثنتين في نفس الوقت. بس انا من كنت صغير كنت افكر انه هل لو انا طلع لي 5 خاشوقات اللي هي 5 معالق بالصدفة، هل هذا معناته اني حخالف شرع ربنا واتزوج 5؟ كيف انت يعني عاوز تبوظ شرع ربنا؟ ادري انه شيء غريب ومو منطقي، بس هي العادات تقاليد. في كثير عادات تقاليد غبيه ما لها داعي. هذه كانت بعض العادات والتقاليد. تقدر تبحث في جوجل في كميه عادات تقاليد مو طبيعيه. قبل لا نروح لزي الملابس، ادري يمكن تلاحظون بالفيديو ان علم العراق مقلوب هنا ولا هنا وبالشاشات، وهذا الشيء طبيعي لان لما قاعد اصور بكاميرا السيلفي، ويعني قاعد تفهمون علي. بس خلينا نروح الى الزي والملابس. حتى لخص عليك الزي العراقي، فاي شيء تشوفه بالخليج مثل الغتره والعقال والثوب والدشداشه والى اخره كله اصلا عراقي. اي نعم، ممكن تشوفه صدمه. خلص اصدمك اكثر، الشماغ الاحمر اللي يلبسوه في الاردن ايضا اصلا عراقي. شلون؟ خليني اصدمك بعد، الكوفيه اللي يلبسوها الفلسطينيين اصلا عراقي. لا لا لا، انت قاعد تكذب وقاعد تسوي سوالف، ورب الكعبه ما قاعد تكذب. زين هسه راح تسالني، اذا كان هذا كله اصلا عراقي ليش كلهم يلبسوها الا العراق نفسه ما يلبسها؟ وهذا تعميم باطل، لانه الى الان العراقيين يلبسون هاي الملابس، ولكن في مدن معينه مثل الانبار اكبر مدينه بالعراق الى الان يلبسون هذا الزي. اما بخصوص الكوفيه الفلسطينيه والشماغ الاردني، هذه راح تكون في فيديوهاتهم الخاصه، ما راح اتكلم بيها هنا. في كيف تصبح اردني راح نتكلم عن الشماغ الاحمر وكيف وصلهم، والكوفيه كيف وصلت لفلسطين ايضا راح نتكلم فيها في كيف تصبح فلسطيني. اما بالنسبه لدول الخليج فهم قاموا بتغيير القصات والمسميات. على سبيل المثال في السعوديه يسموه ثوب، بينما الامارات يسموه كندوره، بينما الكويت والعراق يسموه دشداشه. يعني الاختلاف بهذه المسميات غالبا بسبب التصميم، تغيير الازرار، تغيير القصات والى اخره. بس مثل ما قلت لكم بالبدايه، هذه اصول عراقيه، بس مو معناته مثلا انه الكندوره الاماراتيه عراقيه، لا، لانه الكندوره الاماراتيه لها قصه معينه، تفصيل معين، ازرار معين، وشكل معين خاص الاماراتيين. خلاص يا دار، خلاص كل شوي تطلع لنا بلوكيشن جديد. معلش يا جماعه تحملوني، انا اكتشفت نفسي باخر فتره ان انا ما اقدر اصور فيديو كامل بدون ما كل شويه البس ملابس مختلفه على مكان مختلف وهكذا. اعتقد هذا الشيء بسبب مقاطع التيك توك، يعني المقاطع القصيره، لان انا تعودت اني اطلع باكثر من شخصيه باكثر من ملابس وهكذا. بلي بلا بلو. ما علينا، الاكلات بالعراق مميزه، وبطبيعه الحال في كل دوله عندها اكله مميزه، وبالعراق المميز فيها هو الدولمه. لساني ليش حاط اكل وراك؟ يعني ايش تبيني اطلعك؟ موضوع يتكلم عن الاكل، شنو تريد اطلعك؟ سباق سيارات ويا دبه بيض. الاكلات المشهوره بالعراق هي الباتشا اللي ما يعرف شنو باتشا شوف هذا الفيديو. ايوه هي هذه الباتشا وريفر. في عندك المسقوف في العراق اللي هو عباره عن سمك، وعندك الدولمه اللي قلت لكم عليها قبل شويه، من الذ الاشياء بالعالم ورب الكعبه. كبه المصاويه والعقوق المصاويه. صدقني شنو يعني عقوق؟ انا ادري اسم صعب وغريب بعض الشيء، بس خليني اشرح لك ليش اسمه كذا. مثل ما تكلمت سابقا انه العراق فيه لهجات كثيره، وخلينا نتكلم عن الموصل تحديدا. بالموصل اي شيء بحرف الراء نحوله الى غين، واي شيء بحرف الهمزه والكاف نحوله الى قاف. على سبيل المثال انا الحين بقول لك سد الجام كوي بيغدي، ممكن تفكرني حاليا قاعد اتكلم فرنسي، ولكن لا، انها اللهجه المصاويه. وجمله سد الجام كوي بيغدي ترجمتها حرفيا بالعربيه الفصحى هي اغلق الشباك لان الهواء بارد. It's hard I know. داركيون، مو كانه نحن نسينا الموضوع المهم واللي هو الاكل. فباختصار العقوق يمكن كان اسمه الحقيقي عروق، بس نحن لانه نتكلم بالراء والغين زي ما قلت لكم قبل شوي. It doesn't make sense, it doesn't matter. خلينا نرجع للموضوع المهم. باختصار الاكلات العراقيه مشهوره في اكلات كثيره، بس اكثر اكله مفضله عندي بالنسبه لي هي الدولمه، والنصيحه انك تجربها، بس تجربها على الطريقه العراقيه الاصليه. بس خلينا نروح على الرقص العراقي، بس مو معاي انا، مع الشخص اللي راح تقابلوه حاليا. انا اكرهها صراحه، بس السلام عليكم.
بالنسبة للرقص فهو زي أي رقص، بس يختلف بنغماته وأشكاله وألحانه، ويختلف بحركاته. لكن أشهر رقصة في العراق هي تشوبي. إذا ما قدرت تنطق الكلمة صحيح معناته لازم تراجع أول درس واللي هو اللهجة. كمان مان تشوبي العراقية مثل الدبكة بس شوية مبالغ فيها. لكن على العموم تشوبي هي أشهر رقصة بالعراق. وبالنهاية العراق بلد مليء بالثقافات والرقصات والأكلات والعادات والتقاليد والزي وإلى آخره. بس كمان ما أقدر أحط كل شيء في فيديو واحد، يبغى لنا فيديو طوله 4 أيام. وهذا كان ملخص لكيف تصبح عراقي. نلقاكم في حلقة جديدة ودولة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغاتي شكو ماكو، غيرك بالقلب ماكو. ماكو يعني لا يوجد، وأكو يعني يوجد. خلصت الحلقة. ذكرت نسيت شيء، والله ما نسيت شيء. باي مستر فليري.